سنة 2025 العالم مش زي ما نعرفه. تلوث إشعاعي قاتل خلى ملايين الكائنات تختفي، السمك مات، البحر بقى فاضي، الناس جعانة، لدرجة إن الصراصير بقت الوجبة الرسمية. وهنا ندخل على البطل بتاعنا، سينج، ملاكم قديم جسمه لسه زي الحديد، بس الظروف مش أحسن حاجة. ساب الحلبة وبقى يشتغل سواق توصيل أكل. سينج مع مراته لين وأصحابه رايحين يوصلوا وجبات للمدينة. في نص الطريق يلاقوا كمين قطاع طرق مسلحين. المفروض أي حد عاقل يخاف، بس لا، انتوا متخيلين قطاع طرق بيوقفوا ملاكم؟ البوكسات بتطير يمين وشمال، واحد وقع في الزرع والتاني لسه مش فاهم ايه اللي حصل. النتيجة الطريق اتفتح، بس الأحداث لسه بتبدأ. بعد المعركة الصغيرة دي يوصلوا الطلبية لرجل غامض اسمه بوليتش. الراجل ده عنده اختراع بيقول انه هيغير العالم، سمك جديد، والناس كلها متحمسة، أخيرا هنرجع ناكل سمك. لكن المفاجأة المسمومة، أول واحد يدوق السمكة يقع على الأرض، يتشنج، يصرخ، وفجأة دموع دم، جروح بتطلع من جسمه، وبعدها يتحول لزومبي. المدينة كلها تتقلب، المستشفى تتملي ناس ميتين قايمين من تاني، الجنود يحاصروا المكان ويمنعوا أي حد يخرج، الناس مرعوبة، واللي ياكل من السمك يتحول وحش. وسط الفوضى دي سينج يكتشف إن مراته لين محاصرة جوه المستشفى، ومن هنا تبدأ أخطر رحلة إنقاذ. سينج يدخل المستشفى، تخيلوا معايا، ممرات ضلمة، صرخات في كل مكان، وزومبي طالعين من الابواب. لكن الراجل مش ماشي بسلاح، سلاحه الوحيد هو ايده، بوكس يكسر رقبه، ركله تطير زومبي في الحيه، الدم في كل مكان، والمستشفى بقت حلبة دموية. وفي وسط المعركة دي سينج يكتشف الحقيقة، بوليتش ما كانش عايز ينقذ الناس، لا، ده كان بيجرب سلاح بيولوجي جديد اسمه زيام، مصمم يحول البشر لجيش من الزومبي يسيطر بيه العالم. يعني الأكلة دي ما كانتش رزق، دي كانت خطة دمار. سينج يلاقي لين مرعوبة محاصرة بين وحوش، يهجم عليهم بكل قوته، يمين شمال، الأرض بتتهز من الضرب، وفي النهاية يوصل لبوليتش نفسه. معركة مش سهلة، بوليتش مش مجرد عالم، ده كمان معاه قوة غريبة من نفس التجارب، بوكسات، دم، انفجارات صغيرة، لحد ما في الآخر سينج يسقطه بضرب قاضية تاريخية. المدينة بتنهار، النار في كل مكان، بس سينج ولين يخرجوا أحياء. الزومبي لسه خطر، بس الأمل في إن في حد يواجه الظلم ده لسه موجود. ودي كانت قصة فيلم زيام 2025، ملاكم ضد زومبي وأكلة سمك قلبت العالم آخرته. لو عجبك الملخص ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة ملخص في السريع علشان يوصلك كل جديد. واكتبولي تحت في الكومنتات، لو انت مكان سينج هتقاتل الزومبي بإيدك ولا هتجري وتسيب الدنيا تتحرق؟